فين عشاقه يا جماعة؟ عشاقه يحضروا. النهاردة هنعمل الممبار، او بالاسكندراني احنا بنقولوا عليه العزبان. النهاردة هنعمل احلى ممبار او احلى عزبان. عايزة اقول لكم طالع طعمه سكر بجد والله، طالع حبة عزبان طعمهم زي العسل. طبعا انا رحت للجزار وجبت من عنده العزبان، غسلته ونضفته كويس جدا وحطيت له ملح وليمون ودقيق ودعكته بيهم ونقعته في الميه. وعايزه اقول لكم وخليته زي القشطه. طبعا صفيته. هكون بقى حضرت بصلتين 3 شوحتهم على النار كده، نزلت بحته من الزبده وشوحتهم. وكون ضربه بردك الطماطم، وهنا الطماطم انا بضربها في الخلاط لكن مش بصفيها، بحطها بحالها كده. وبعد ما اتسبكت هنزل بالرز والخضره، طبعا خضره المحشي، البقدونس والشبت والكزبره، وكمان عندي فلفل مفرزاه حامي سبايسي، انا بحبه يبقى سبايسي. حطيت معلقه وحطيت فلفل اسمر وحطيت ملح وحطيت كمون وقلبت كل ده يا حبيبتي، والخلطه كده جاهزه معايا وزي الفل. هجيب بقى العزبان. بالنسبه للبنات المبتدئين انا بفتحه بصبعي كده من فوق، صباعين الاتنين كده، وابتدي يا حبيبتي احشي واحده واحده. عايزه اقولك وانتي بتحشي ما تكبسهوش، يعني خلي العزبانه معاكي مبططه ما تبقاش مكبوسه. ليه يا قلبي؟ عشان لما تحطيها في الشوربه ما تفرقعش منك، الرز لسه هيستوي هياخد مساحه كمان، فما يفرقعليش العزبانه معايا في الشوربه. بصي زي ما انت شايفه كده تبقى مبططه كده، وتحاولي تشيلي كل الرز اللي بره بقى، تنضفيه خالص عشان بردك لما تيجي تحطيه في الشوربه ما ينزلش الرز ده كله في الشوربه ويخلي لي الشوربه كده مش حلوه كلها رز. وكده خلصت الكميه. هجيب بقى حله ميه اللي هي هعمل الشوربه فيها، بصل وطماطم وروزماري وحبهان ومستكه وفلفل اسمر، ولو عندك ورق لورا حطي، انا ما كانش عندي بصراحه. وغلو غلوه. ولازم يا حبيبتي هنا الشوربه تغلي، عشان لو حطيتي العزبان والشوربه بارده الميه بتاعتها بارده كل ده هيتفتح معاكي والرز هينزل في الشوربه. انتي هنا الميه مغليه، اول ما تنزليه هيقفل على طول معاكي العزبان. وهنا نزلت بالكميه كلها يا حبايبي، هسيبها على النار. اظبطي ساعتك، ساعه الا ربع. العزبان بياخد بالظبط ساعه الا ربع في السوا، وزي ما انتي شايفه كده هو كده خلاص دخل في السوا. هطفي عليه بقى، واديكي شايفه زي ما طلعته كده ما شاء الله حجمه حلو، وما شاء الله بنار الفرن بنار البوتاجاز. هجيب بقى الطاسه وهنزل بيها في الزيت يكون سخن كويس جدا، وهبتدي بقى احمره. هنا هحمره بقى ياخد اللون البرونزي الجميل. بصي بقى بعد ما حمرته، بصي بعد ما خلصته خلاص وحمرته، بصي لونه وجماله. بصي الشوربه حبه شوربه زي العسل. في ناس بتحب تشرب الشوربه وفي ناس ما بتحبش تشرب الشوربه. انا هنا بيحبوا يحطوا فيها عيش ناشف ويشربوها وياكلوها كده بالعيش الناشف. طبعا حضرت جنبها حبه مخلل، كان عندي زيتون وعندي مخلل كروم. وبصوا الجمال بجد، الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.